بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنزرع مع بعضينا شتلة الليمون يا جماعة. عشان تزرع شتلة الليمون وما تتحرقش معاك، فانا هقول لك على طريقة مفيدة جدا. وعلشان تنجح معاك الشتلة وما تبص منك، فانت لازما اول ما تجيب الشتلة تقعدها عندك 10 ايام علشان تاخد على الجو وتتأقلم على الجو اللي عندك. طبعا هي كده غيرت الوقت بتاعها او الهواء بتاعها. فانت شوف الانسان اول ما بيغير مكان الى مكان اخر نفسيته بتتعب، يا بالك انت في دي شجرة ضعيفة. فانت لازم تخليها عندك حوالي 10 ايام علشان تتأقلم على الجو بتاعك، وبعد كده بتبدأ انت تزرعها بنفس الشكل اللي انا بزرع بيه دلوقت مع حضراتكم. أنا دلوقتي هبدأ اني انزل التربة عليها وابدأ اني اظبطها واعدل الشجرة صح. ان شاء الله في فيديوهات تانية كثيرة هقول لك ازاي تقدر تشيل اوراق السرطانية منها، بس بعد ما تتمكن في الارض. دلوقتي احنا لسه زارعينها بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفين. هذا يا جماعة الطريق. ببدأ اني اعدل التربة حواليها عشان ما تتكبس معانا، عشان نكتم الجدر تحت. طبعا لازم يا جماعة تنزل الشجرة تربتها يا جماعة، لازم تنزل الشجرة بتربتها زي ما هي. شايفين يا جماعة قلب الشجرة عامل ازاي؟ كده يا جماعة تبدأ تعدلي الشجرة بتاعتك بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفين. متنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد.